رانيا يوسف مش بتفوت مناسبة إلا وبتبقى عايزة تستغلها عشان تركب الترند. رانيا بتقول أنا أصلاً بحب أكون دايماً ترند، والترند بيحبني وبيدور عليا، وكل من هب ودب عايز يطلع يبقى ترند ورايا. علشان كده بيقولوا عليا الكلام اللي بتسمعوه ده. من بداية شهر رمضان رانيا حبت تركب الترند من جديد، وهاتك يا تصريحات مستفزة. طبعاً رانيا ليها 3 جوازات فاشلين، ولما اتسألت عنهم قالت طب وإيه يعني اتجوزت 3 مرات؟ أنا كده لسه ما حققتش الرقم القياسي. أنا أقل من زميلاتي وزملائي الفنانين اللي اتجوزوا وفشلوا أكتر من كده بكتير. في زملاء فشلوا في 5 و7 زيجات. يعني أنا لسه بقول يا هادي يا دوبك. يعني أنا كنت وقفت العداد عند الجوازة التالتة وكنت بعمل حساب للمجتمع، لكن دلوقتي لأ، خلاص مش هعمل حساب لحد، لأن أنا اللي دفعت التمن مش حد تاني. ولما وقعت في مشاكل في الجوازة الأولى والتانية والتالتة محدش وقف جنبي. رانيا يوسف كمان فتحت النار على نادية الجندي، وقالت إنها وقعت بينها وبين طليقها أبو بناتها، وبسببها اضطريت أمضي تعهد على نفسي إني ما أجيبش سيرة بناتي في الإعلام. وقالت كمان إن نادية الجندي أنتجت أفلامها بفلوسها، مع إن موهبتها مش واو يعني، ما عدا فيلم الرغبة وفيلم البطنية بذلت مجهود كبير فيهم وموهبتها بانت. أنا لو اتجوزت منتج هخليه ينتج لي بعد نص ساعة من الجواز. وعن صورتها بقى مع أحمد الفيشاوي اللي انتشرت على الفيس وإشاعة خطوبتهم، قالت ما أنا قلت لك إن الناس بتحب تركب الترند على حسي، وثانياً أنا أرفض الزواج من الفيشاوي تماماً. الصورة دي كانت في كواليس فيلم ورد ريحان، ده غير إن أنا أكبر من أحمد ب3 أو 4 سنين. هو أنا كل واحد همثل معاه هتخطب له بقى ولا إيه؟